تعالى خش يا ربيع، خش يا جدع، ده بيتك، خش. الحمد لله على السلامة اخويا، خش. قول لي ان هو يا اشرف. هو يا أمه، هو ابنك ربيع. خدي في حضنك وملي عينك منه. يا ربيع، وحشتني، وحشتني قوي يا الله. الحمد لله ان ربنا استجاب لدعائي وخلاني اشوفك قبل ما اموت. انا اصلا ما كنتش عايشه طول السنين اللي فاتت دي كلها. انا كنت بموت كل يوم 1000 مرة عشان ابص بس في وشك. الحمد لله ان انت رجعت لحضن امك. تعالى تعالى في حضن امك يا ضنايا. انت متأكد يا أشرف إن ده ربيع أخوك ولا دي لعبة من ألاعيب ولاد الراعي؟ هو ربيع. أنا أعرفه من نظرة عينيه، من ريحته وهو في حضني. خلاص مش هتسيب حضن أمك تاني يا ربيع. هو ربيع يا نجيب، والله هو يا أشرف، هو. الحمد لله على السلامة يا ربيع، الحمد لله على السلامة يا ابني. خلاص نورت بيتك يا حبيبي. هنفضل مع بعض لحد آخر العمر، في حضن أمك وفي عين أخوك، ظهرنا في ظهر بعض، كتفنا في كتف بعض. الحمد لله على السلامة يا ربيع، الحمد لله على السلامة أخويا. أنا بس مش قادر أفهم، مش قادر أفهم إزاي يجي لهم قلب ياخدوني من حضن أمي، إزاي يحرموني من إن أنا أتربى وسط عيلتي. ما تفكرش في اللي فات، خلاص انسى، لازم تنسى. أنا عارف إن اللي أنت فيه ده صعب ويلخبط أي بني آدم، بس صدقني اللي جاي أصعب بكتير بكتير أوي، ولازم نبقى قده. طيب شو دلوقتي؟ اختار يلا دلوقتي. شو دلوقتي؟ خلاص ربيع انت دلوقتي. ايه اللي فين يا طارق؟ اللي فين يا عزيزة؟ ايه ابنك مين؟ مالكش حد تسأل عليه ليه يا نديم؟ اطلع بره، اطلع بره بقول لك. نديم هي بقت كده؟ انت حسابك تقل قوي يا طارق، ولا اقول لك يا اشرف؟ انتوا ايه يا ولاد الراعي؟ ما عندكوش دم؟ ايه البجاحة اللي انتوا فيها دي؟ مش كفاية اللي عايشتونا في السنين اللي فاتت؟ ده طبعكم يا ولاد الراعي، طول عمركم تسرقوا وتقولوا احنا المسروقين، تقتلوا القتيل وتمشوا بجنازته. امشوا من هنا. انا مش همشي من هنا غير وابني في ايدي. يحيى فين؟ يحيى مفيش حد هنا اسمه يحيى بقول لك. وبما انك قلت يا اشرف واللعب بقى المكشوف، اسمه ربيع عبد الكريم، ابن الحاج مصطفى عبد الكريم، فاهم؟ سمعت أخويا قال لك إيه؟ اسمي ربيع، أنا مش هروح معاك في حتة، ده بيتي ودول أهلي اللي بجد. وبعدين أنت راجل كداب، كدبت عليا مرة لما فهمتني إن أنت أبويا، كدبت عليا تاني لما حكيت لي قصة صاحبك اللي مات. أنا للأسف صدقتك عشان في الآخر تطلع خاطفني من أهلي. انا خطفتك من اهلك؟ انت مصدق الكلام الفارغ اللي بيقولوه ده؟ انا ما خطفتكش من حد، انا انقذتك من الحريق. لو كنت سبتك كنت هتموت. مش بس خطفك يا ربيع، ما خطفكش بس، ده قتل ابوك وسرق فلوسنا. خد حقك منه، امسك. بتعمل ايه؟ لا ربيع لا، قلت لك ربيع لا. اللي هياخد طار مصطفى هو اشرف. نجيب قضى عمره كله في السجن، انا عشت عمري كله محرومه من ربيع لا يا نجيب. هتسيبه يقتلنا يا يحيى؟ هتسيبه يقتل ابوك؟ لو مصدق ان انا اللي خطفتك من ابوك وان انا سرقته زي ما بيقولوا،
خليه يقتل ابوك يا يحيى، خليه يقتلني يا يحيى. يلا خلص عليه خطر ابوك، يلا اقتله اقتله. طب هات انا هتصرف، اوعى يا خاين يا جاحد. انا هقتلك. تقتل ابني؟ انت اللي قتلت حمزه؟ يعني انا افتح لك بيتي وشركتي تعني في ظهري؟ سيبه يا موسى، سيبه يا موسى. ايه ده كل حاجه سيبه ازاي يا راغب؟ ده وسط المصايب اللي حرم موسى من حمزه وعايز يحرمني مني دلوقتي. كنت باخد حقي وحق ابويا واللي عملتوه فينا طول السنين دي كلها، الفلوس والحريقه، واخويا اللي اتحرمنا منه السنين العمر كلها. ايه؟ احنا اللي نجدنا اخوك من الحريقه، وابوك حاولنا ننقذه بس ما لحقناش. ولعلمك احنا عمرنا في حياتنا ما مدينا ايدينا على فلوس حرام. كدابين كدابين يا ولاد الراعي. الهلومه اللي انت فيها دي يا حبيبي انت واخواتك فلوس على اخويا. انت بقى تسكت خالص، ما تكدبش الكدبه وتصدقها. وبما انك موجود انت كده وفرت علينا كتير قوي، لان كل القديم هيتفتح وقصاد الكل. ادخل يا غفران. تعالى ما تخافش، تعالى. ايه ده؟ انت جايب شاهد الزور ده يعمل ايه هنا؟ لا ما هو جاي يصلح غلطته ويشهد بالحق. ما هو اصله الحق كده، ممكن تخفيه تداريه، ممكن تدفنه حتى، تسيب الدفن حي في يوم من الايام مسيره يقوم تاني، وساعتها بيشيل كل واحد شيلته ويدفعوا الثمن. حق ايه؟ ما تنطق يا غفران. الحق ان اللي حصل زمان كله كان متدبر، وان الاخ قتل اخوه. الحق ان الناس تاكلكم واحد واحد يا اولاد الراعي. الشيله شيلتكم، مش هتيجوا بعد العمر ده كله نعيد الكره من تاني وتضحكوا علينا من تاني بكلام راجل خرفان زي ده. يا بني ادم افهم، لو في حد مضحوك عليه في الحكايه دي كلها هو انت اللي مضحوك عليك. انك لو شغلت مخك شويه هتفهم ان المستفيد الوحيد من كل اللي حصل ده هو عمك اللي عايز يشيلنا دلوقتي شيله مش بتاعتنا عشان ينجي روحه. عمك اللي قعد سنين يملاك بالغل والحقد والكره والضلال لحد ما حولك لقتل القتله. تقتل ناس بريئه كل ذنبها انها خدتك في وسطها واحتضنتك واعتبرتك واحد منها. مش انت لوحدك اللي ضحك عليه، لا تصدق عمر ما حد ضحك عليا في الدنيا الا انت. صدقني احبك واعتبرك ابني الروحي وامن لك، بس معلش هوجي الاوان ان الحياه تبان، كل واحد يشيل شيلته وكل واحد يدفع الثمن. يا ريت بقى تكون فهمت ان عمك الخسيس ده هو اللي قتل ابوك واخد فلوسكم. وللمره الاخيره احنا عمرنا لا سرقنا ولا حرقنا. بص لي يا اشرف، بص لي خلاص ده بيكذب. خلصت. غفران، انطق بحق الله كل اللي عينيك شافته. هقول كل حاجة، هقول كل اللي في جوفي يا نجيب عشان كل حاجة تتعرف. بس أجل حاجة النهاردة واحنا بنصطاد. ايه يا نجيب؟ بتعمل ايه؟ بتسرق اخوك الكبير يا نجيب؟ حاطط يا نجيب؟ ايه يا نجيب؟ يا ربيع يا ربيع، ليه كده يا نجيب؟ الحقوني الحقوني. الحقوني، حد يجي ياخد الواد بسرعة، حد يجي ياخد الواد بسرعة، الحقوني.
حد يجي ياخد الواد بسرعه. الحقوني يا ناس. هات ايدك يا حاج مصطفى، هات ايدك. حاج مصطفى. هي دي الحقيقة يا ابني. ولاد الراعي هم اللي نجوك، وعمك نجيب هو اللي عمل كل حاجة. هو اللي سرق وهو اللي حرق وهو اللي كان عايز يموتك ويخلص منك. تو ايه؟ اشرف انت هتصدق الكلام ده؟ الراجل ده كذاب. انت كذاب يا غفران، كذاب. طب لو فرضنا ان غفران كذاب، تقدر تنطق قدام الناس دي كلها وتقول انت كنت ليه عايز تقتل غفران وتتوج جثته؟ انا اقول لك ليه. عشان هو الوحيد اللي عارف سرك، وهو الوحيد اللي كان ممكن يفضحك. ايه يا اشرف؟ طب بتبص لي كده ليه؟ انت مصدقهم يا حبيبي؟ لا يا اشرف، ما تصدقش ولاد التعبيد دول. وما يصدقهمش ليه؟ مصطفى ربنا كان غني، وانت كنت مديون وكحيان، والناس كلها كانت عارفه المشاكل اللي بينك وبينه بسبب الموضوع ده. مش كده يا عزيزه؟ مش نجيب كان كحيان؟ نديم بيتكلم صح. ولو مش مصدق، الفلاشه دي عليها كل المستندات اللي تثبت ان عمك الرمه ده قبل الحادثه كان مديون لشوشته، لكن بعد كده عمارات وعربيات. تقدر تقول لي جابهم منين؟ من فلوس ابوك الله يرحمه، بس هو كان له كيف انه يلبسها لنا. رمه. معقول يا نجيب انت اللي عملت كده في اخوك وولاد اخوك؟ ليه تعمل كده في اخوك؟ ليه تقتله وتيتم عياله؟ يا جبان يا ندل. انا عايز اقول اخر حاجه بخصوص يحيى. انا لما انقذت يحيى يوم الحريق، بعد ما عمه قفل عليه الباب بدون اي شفقه او رحمه، كنت ناوي ارجعه لك يا عزيزه. والله العظيم كنت ناوي ارجعه لك، بس ما عرفتش لسببين. السبب الاول ان انا خفت نتحاسب على جريمه ما عملناهاش، والسبب التاني لما يحيى عاش معايا يوم واتنين حبيته واتعلقت بيه قوي، وحسيت انه ابني، وان ربنا عوضني بيه عن بنتي اللي اتحرمت منها سنين طويله. وده كل الموضوع. رد جبت الفلوس منين؟ الراجل ده بيتكلم صح ولا غلط؟ رد. ارفع عينك في عيني ورد. هيرد يقول ايه؟ هو عارف ان كل اللي اتقال صح، ده غير انه كان عاوز يخلص مني عشان يدفن الحقيقة معايا. شربتني كل ولاد الراعي، خليت محور حياتي كلها انتقامي منهم. عشت طول عمري زي الفار استخبى في جلد غيري، كنت مش هتلف طول الوقت حواليا خايف حقيقتي تنكشف وببان. موت اشرف ودفنته بايدي. علشان طريق يعيش وينتقم ويرجع الحق. طلع هم اللي معهم الحق، يبقى انت لازم تموت وانا اللي اقتلك بايدي. لا يا اشرف، اوعى اوعى انت وهو. لا بايدي اقتلك.
ابني أشرف